صباح الفل. انا نائل وهعمل لكم النهارده فرخه سباتشكوك بالروزماري والزعتر. طبعا واحنا بنشتري فراخ لازم نتاكد ان الفرخه فريش، وده عن طريق ان احنا نبص على لون السكين بتاع الفرخه. كل ما يكون اللون ابيض مش مايل للشفاف ده معناه ان الفرخه فريش، وكمان كل ما السكين يكون تخين ده معناه ان الفرخه دي جودتها كويسه. السباتشكوك ستايل ده عباره عن ان بتخلي الجزار يشيل لك السلسله بتاعه الظهر من الفرخه ويفتحها بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. الطريقه دي انا جربتها كتير، كل اصحابي والاسره عندي بيحبوها، هعملها لكم النهارده. جربوها، ولو عجبتكم اعملوا سبسكريبشن في الشانل علشان تجيلكم الفيديوز اللي جايه، وحطوا لنا كومنتس وقولوا لنا لما عملتوها ايه اللي حصل، الاكسبيرينس بتاعتكم كانت عامله ازاي، طعم الفرخه كان عامل ازاي. بما اننا بنطبخ على الشوايه فانا دايما بحاول اوصل لاسهل طرق للتتبيل اللي تقدر تعملها تحطها على الشوايه على طول، مش محتاج تستنى 3 ساعات ولا نص يوم ولا تحطها في الثلاجه لمده يوم. طبعا لو عملت كده ده شيء افضل، هيدي لك نتيجه احسن، ولكن لو برضو عملتها وحطيتها على الشوايه على طول هيدي لك نتيجه كويسه جدا وهتكون مبسوط بيها. التتبيله عباره عن ان احنا هنحط اوليف اويل عليها، مش كتير طبعا لان هي بالسكين بتاعها فاحنا مش عايزين نزود الفاتس قوي. ونعمل له رابنج علشان يوصل للفرخه كلها. كمان نقلبها الناحيه الثانيه ونقوم بنفس البروسيس. هنبتدي في رب. الرب اللي انا جايبه النهارده هو سموكي باربيكيو، بيدي طعم مدخن للفرخه وطعم الباربيكيو. نحطه بالطريقه دي. طبعا كميه الرب اللي انت بتحطه بيتوقف على انت بتحب الحياء قد ايه، زياده ناقص زي ما انت عايز. الشكل ده. الفرخه دي فريش وانا مستني منها نتيجه كويسه جدا. نحط كمان رب على الناحيه الثانيه. كده التتبيله جاهزه. انا بولع الفحم دلوقتي. اول ما الفحم يبقى جاهز هظبط التمبريتشر بتاعت الشوايه على 350 فahrenheit 350 فahrenheit، واول ما نوصل للدرجه دي نبتدي نحط الفرخه على الشوايه. دلوقتي التتبيله جاهزه والفحم وصل لدرجه حراره 350 فahrenheit، نبتدي نحط الحاجه على الشوايه ونقفل عليها. طبعا انا قلت لكم انه الفرخه دي هتتعمل بالروزماري والزعتر، ودي طريقه محدش كتير بيعملها، هي الحقيقه طريقه اختراع. انت بتاخد انفيوجن بتاع الطعم، بتعمل كاربت من الروزماري والزعتر وتحط عليه الفرخه، وده هيخلي كل الفليفر بتاع الروزماري والزعتر يطلع ويدخل جوه الفرخه. الريحه اوريدي طلعت بتاعه الروزماري والزعتر، حاجه فظيعه. الفرخه بقى لها حوالي ساعه على الشوايه دلوقتي، فانا شايف ان ده وقت مناسب نبتدي نفتح نبص ايه اللي بيحصل جوه. طبعا الريحه قويه جدا. بالشكل ده ممكن يكون فاضل كمان 20 دقيقه ونقدر نطلع الفرخه من على الشوايه ونسيبها ترست 10 دقايق وناكل. دلوقتي بقى لنا ساعة ونص، الفرخة هتكون جاهزة. نطلعها من على الشواية نسيبها ترست 10 دقايق وبعدين نبتدي نقطع وناكل. الفرخة دي ما اتشوتش، الفرخة دي مدخنة، وده أحلى حاجة في الدنيا. الفرخة هتطلع فيري جوسي من جوه، هتبقى طريه جدا وهتلاقيها بتفك من على العظم لوحدها. جربوها وقولوا لي ايه رايكم. انا دلوقتي زي ما اتفقنا هنسيبها 5 دقائق 10 دقائق ترست فيهم وبعدين نبتدي نقطع وندوق. حاجه مهمه كنت عايز اكلمكم عليها، الكاتنج بورد اللي احنا بنستخدمها دي اداه مهمه جدا، لازم نحافظ على نظافتها طول الوقت. ما ينفعش نقطع عليها بروتينات او لحوم وفي نفس الوقت نقطع عليها خضروات او فواكه او كذا، فيستحسن يكون عندك منها اكتر من واحده، او
لو ما عندكش غير واحده بس تحافظ على نظافتها جدا بعد ما تقطع عليها بروتينات. لو البروتينات دي مش مستويه بتبقى مليانه بكتيريا، فانت لازم تنضفها كويس جدا جدا قبل ما تحط عليها اي خضار او فاكهه. طبعا دي واحده تانية غير اللي احنا استعملناها في الاول، فقادرين نحط عليها الاكل وهو مستوي واحنا مطمنين. الصحه يا جماعه مهمه جدا، لازم ناخد بالنا منها. دلوقتي الفرخه جاهزه بقى لها 10 دقايق ريست. نقطع زي ما انتم شايفين كده، هي مش محتاجه اي حاجه. الفرخه يا جماعه طالعه كرانشي جدا من بره، ومن جوه واضح ان هي تندر. انا شايف العظمه بتطلع بكل بساطه من اللحمه. ادي العظمه طالعه سالكه تماما. كان نفسي تكونوا معايا علشان تدوقوا، بس انا هدوق واقول لكم، وانتوا جربوا الاكله في البيت وقولوا لي. طبعا الروزماري والزعتر مطلعين فليفر خرافي في الاكله، والتتبيله بتاعت الباربيكيو عامله سبايسي كيك بتحس بيها في الاخر كده بعد ما تدوق. بتفك من على العظمه. انا اسف يا جماعه انا باكل من غيركم، بس غصب عني. يا ريت تجربوا الاكله دي وحطوا لنا كومنتس، قولوا لنا ايه اللي حصل معاكم، الاكسبيرينس كانت عامله ازاي. اعملوا سبسكريبشن على اليوتيوب شانل بتاعتنا علشان تشوفوا فيديوز اكتر في الفتره الجايه. وسلامات.